ياك، جنيد من طرف الجزائر وبوليزاريو. وشنو هي المخطط؟ المخطط هما بداو كيما جا في مجموعة ديال الصحف والمواقع، أنه بداو في تهديدات لمن المستثمرين، الناس اللي هما دايرين استثمار في المناطق الجنوبية ديالنا، بداو كيديروا تهديدات بالقتل، التصفية الجسدية، كيقولوا لهم غنديروا إضرام النار في المؤسسات ديالكم، بمعنى داروا لهم مقابل مالي. هذا هو الجنيد اللي كاين هنا. هذا آخر المخططات ديال البلاد ديال الكبرانات. هنا كيبان بأن السقف ديال العداء كيرتفع، لأنه هنا راه كتواجه الجزائر وكتواجه إيران من فوق الأراضي الجزائرية، وكتواجه الميليشيات ديال بوليزاريو وما تفرقه. هادشي كله كيتزاد هنا في هاد المسألة دي. وصلوا لهاد الدرجة لأنه علاش التفسير ديالها كيعرفوا الملف انتهى وبداو كيغيروا المخططات، كيغيروا. بدو بأن الجزائر أبدات مخطط آخر. هذا المخطط فيه الكثير من الأنواع ديال الحروب. هنا أولا الشراكة الإيرانية الجزائرية عطاتنا واحد الجناح مسلح. بسم الله الرحمن الرحيم. وما النصر إلا من عند الله. باسم حركة أبناء الشهداء المسلحة نقولوا للمستوطنين المغاربة اللي جايين في المسيرة السوداء، عنكم أراكم ما تليتوا آمنين. اللي كامل من مستوطن مغربي جاي في المسيرة السوداء أراه ما تلا آمن في الصحراء الغربية. إذا عنكم يا المستوطنين المغاربة أخوة ترابنا، وكيف جيشكم وكيفكم اقتل الأبرياء الصحراويين المدنيين، واقتلوا العليات والتركة، وقتلوا الإبل والغنم كتلوها، حتى احنا راهي نقتلوا أولادكم وأمناتكم وعلياتكم ورجالتكم. وكيف راهي نقتلوا عسكركم، وكل ليل يموت على حزام الذل والعار ويجحدوها المهلكة المغربية، يجحدوا ذا اللي يخلق فيهم في الرابط كل ليلة. يا غير ذاك اللي يخلق في المدن المحتلة ما يقدر ما يليك يجحدوا، بما انه ما يقدرين يجحد عودوا متواجدين وعودوا على يقين أن راه مات مستوطن مغربي لا يجبر الاستقرار والاستسلام بإذن من عند الله. هذا الجناح المسلح من وسط البوليزاريو هو اللي دار الضربة، جناح إرهابي هو اللي دار الضربة ديال السمارة. صيبط الله شنو طاح عندنا، والله طاح شي صاروخ عندنا بالرب القاسم شي مينا. راه الجبال اخويا، راه الجبال كي داير. والله الا ضربتنا البوليزاري عذاب اليم. ما عادش اللعب هذاك باقي سخونه صاحبي. وكان عندهم واحد المخطط. شنو هو هذا المخطط؟ هو المخطط اللي هذا المخطط اللي كيجي، كانوا دايرين واحد المخطط باش يحاول ينطلق من موريتانيا، يحاولوا يدخلوا الاسلحه عبر الشاحنات. هذا كان هذا المخطط هذا بعد القرار ديال مجلس الامن. Maroc se félicite de l'adoption de la résolution 703 du Conseil de sécurité sur la question du Sahara marocain. À cette occasion, je voudrais remercier vivement le Penholder américain pour la rédaction et la négociation de cette résolution. Nos remerciements s'adressent également aux autres membres du Conseil pour leur apport constructif et leur vote en faveur de cette résolution, qui représente un jalon additionnel dans le socle onusien pour le règlement définitif de ce différend régional entre deux pays voisins, le Maroc et l'Algérie. بعد القرار ديال مجلس الامن وبعد الخطاب الملكي ديال الاعلان على ان المنطقه تنظيم اقليمي جديد
بحضور 21 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي، اختتم في الرباط اليوم الاجتماع الثالث للدول الإفريقية الأطلسية بإصدار إعلان الرباط الذي نص على الالتزام المشترك بتطوير الفضاء الإفريقي الأطلسي عبر مبادرات ومشاريع عملية مشتركة. كانت اليوم المصادقة على برنامج العمل اللي فيه مجموعة ديال الاقتراحات اللي داروها لنقاط الاتصال واللي وافقوا عليها الوزراء اليوم باش نبداو التنفيذ ديالها. اذا فهذا الاجتماع الثالث هو اجتماع لترجمة الوعي والاعتماد على المؤسسات للقيام بما يجب القيام به من أعمال، اللي هو منطقة المحيط الأطلسي الإفريقي. هذا تنظيم اللي هو جديد، بان مخطط أخضر ديال الجزائر. مخطط أخضر شنو هو بداو العملية ديال الجنيد ديال ديال الانفصاليين ديال الداخل وديال ذوي الصوابق. كنعرفوا ذوي الصوابق ساهلين، هذو واش كيجندوهم ياك. جنيد من طرف الجزائر وبوليزاريو. وشنو هي المخطط؟ المخطط هما بداو كيما جا في مجموعه ديال الصحف والمواقع انه بداو في تهديدات لمن المستثمرين، الناس اللي هما دايرين استثمار في المناطق الجنوبيه ديالنا. بداو كيديروا تهديدات بالقتل، بالتصفيه الجسديه، كيقولوا لهم غنديروا اضرام النار في المؤسسات ديالكم. بالمناسبه هنا السلطات الامنيه عندها جميع التسجيلات، عندها المشتبه فيهم الان، لان نقولوا مشتبه لان وصلت لواحد المجموعه، وعندها فتحات تحقيق في هذه الامور هذه. هنا الخطير هو هذا الجنيد هذا بمقابل مالي، بمعنى داروا لهم مقابل مالي. هذا هو الجنيد اللي كاين هنا. هذا اخر المخططات ديال البلاد ديال الكبرانات. هنا كيبان بان السقف ديال العداء كيرتفع، لانه هنا راه كتواجه الجزائر وكتواجه ايران من فوق الاراضي الجزائريه، وكتواجه الميليشيات ديال بوليزاريو وما تفرقه. هادشي كله كيتزاد هنا في هذه المساله دي. وصلوا لهذه الدرجه لانه علاش التفسير ديالها كيعرفوا الملف انتهى وبداو كيغيروا المخططات. شوفوا معنا المخططات ديال البلاد ديال الكبرانات، وهذه القضيه موجهه لهذوك المجموعه اللي كيقول لك خوا. يشوفوا معنا المخططات، شحال ديال المخططات نشوفوها من 94. من 94 كان المخطط. علاش؟ لان هاد البصمات، هادشي اللي كيوقع دابا الان، هادشي اللي ديال تهديد المستثمرين، كيبان بان البصمات ديال توفيق مدين رب الجزائر مازال كاينه. كنا قلناها منذ البدايه. هذه البصمات ديالو جبار مهنا راه كينتمي ليه، هذا تلميذ ديالو. اذا هنا هذوك المجموعه اللي كانوا في العشريه السوداء مازال حاضرين، وهذا كيبين بانه التغيير اللي كاين حتى داخل البلاد ديال الكبرانات، بمعنى الاسلوب العدائي كيزيد ترتفع الوتيره ديالو بهذه الطريقه هذه. هنا في 94 كانت اطلساسني، واللي كان وراء المخطط هو توفيق مدين، اللي الان هذه البصمات ديالو هنايا. ودارت الضربه ديال اطلساسني، واللي كانت شاركوا فيها ضباط ديال الاتصال من السفاره ديال الجزائر انذاك اللي كانت في الرباط. جزائريين كانوا يشاركوا في هذه العمليه، والعمليه اللي كانت تعبأت لها تقريبا واحد 50 واحد، وقاموا بها في نهايه المطاف واحد 3 ولا 4 اللي قاموا بها. من بعد كانت مخططات اخرى. نفس الشخص كيقول بانه الاسم اللي دخل به انذاك امين سوكحال، دخل بهذه السميه هذه. كيحكي هذا، راه كيحكي، ربما غتسمعوا هذا كريم مولاي اللي في اسكتلندا كيحكي هذه الامور، لانه هو كان جزء من هذه المساله، هو اللي شرف على العمليه. وكان عنده مخطط اخر انذاك اللي داروا توفيق مدين باش انه يدير اضطرابات في الاقاليم الجنوبيه انذاك في 98 97 الى غير ذلك، ولكن ما نجحتش. من بعد كان جنيد، كانوا داروا تجنيدات وداروا تدريبات، كانوا كيديو سنويا واحد المجموعه اللي كيمشيو تما. كنا كنشوفوا الصور ديالهم. من هذا الجنيد ديال موكا، هذه امينه حيدار، ديال هذيك سلطانه خيه بسميتو بالتدريبات وبالسلاح ديال اللي مصوره معاه.
كاين ايضا التحريض والتجنيد في موريتانيا، داروا هذه المساله، وربما مازال موريتانيا كاين اللي خدا الجنسيه في المرحله ديال عبد العزيز، انهم ديال ولد عبد العزيز، انهم خداو الجنسيه، وهما الان كيشكلوا واحد الفئه اللي كتشوش على الموريتانيين وكتحاول ما امكن تفصل الموريتانيين على العمق ديالهم الاستراتيجي اللي هو المغرب. ثم ايضا داروا تحريض في تونس في المرحله ديال بعد سقوط بن علي، وحتى في المرحله ديال قيس سعيد داروا واحد مساله كبيره، واحد التحريض اللي هو كبير. داروا تجنيد المغاربه، جنيد ديال المغاربه، دوك المعارضه ديال الكرتون داروا لهم جنيد، مغاربه في اوروبا وفي كندا وفي امريكا، داروا لهم مواقع الكترونيه، واحد منهم خارج بلا حشمه بلا حياه كيردد نفس الخطاب ديالهم، واحد تما راه كيخرج يسب كيردد نفس الخطاب اللي كيقولوا، وفرحان بانه حاطينه في الصحف ديالهم، فرحان تما، بمعنى انه خدام ضد البلاد ديالو. ولكن هادو كنعرفوا شنو هو الطريقه اللي كيخدموا بها، وكنعرفوا بان الكبرانات كيشدوا من بعد غيلوحوا، هذه واضحه هذه المساله هذه. ثم انه كانت محاوله ديال تاسيس ديال واحد الكيان جديد بعد ما بان لي من البوليزاريو مشى، بغاو يديروا واحد الكيان انفصالي جديد، بغاو ياسوه، دارت محاوله وخلقوا واحد الكيان صغير ما لا يعيش، داروه في بلجيكا ضد المغرب. ثم انهم شنو داروا التفريق ديال هذا الجناح اللي قلنا مع ايران، التفريق ديال واحد الجناح ارهابي مسلح اللي خرج من وسط البوليزاريو، كيبين ان البوليزاريو كيتفكك هو براسو، بدات كتخرج منه هذه الاجنحه. هذا داروا الشراكه مع ايران لاستهداف المغرب. ايران لقات في نهايه المطاف نقطه باش انها تاسس واحد الحوثيين جداد ولا حزب الله جديد فوق الاراضي الجزائريه. من بعد بداو في هذه العمليه ديال التجنيد، بداو هذه الحرب ضد المستثمرين. عرفوا بان المغرب المنطقه تطورت بواحد الشكل كبير، تغيرات المنطقه كتستقطب الاستثمار، بداو هذه العمليه ديال التجنيد بهذه الطريقه اللي تحدثنا عليها. هذه كلها كتسمى اعمال ديال العدوان، هذه كلها اعمال ديال العدوان. في القانون الدولي كنسميوه عدوان، ما كاينش، كتبين طبيعه العدوان الجزائري، شنو كتخطط الجزائر ما عندها ما يدار، كتخطط بهذه الطريقه، كتخطط لضرب المصالح ديال المغرب بجميع الطرق بجميع الوسائل. لهذا راه كيبان ليا مره اخرى كيبان ليا مره اخرى ديما نديروا الاحتمال، وهذه كيعرفوها المسؤولين ديالنا وكذا. لا نفاجأ الا كان النظام العسكري كيلعب الاوراق الاخيره، الا كان دخل المرحله ديال الانتحار، ما تفاجئوش، لان هنا كل شيء محتمل. لهذا الناس اللي كيقول لك اودي القضيه ديال السماره، وكيقول لك المغرب وكيفاش غادي يرد المغرب وكذا، حنا كنعرفوا المغرب كيرد بطريقه اللي هي محترفه، ولكن غير ننتبهوا لواحد المساله، راه النظام العسكري اللي حدانا كينتحر انتحار. لهذا كل السيناريوهات متوقعه معاه، كنعاود نقولها باش ما يقولش واحد، خاصه التيار اللي كيقولوا خوا كل السيناريوهات، يعني كل السيناريوهات متوقعه يديرها كل شيء، بما فيها امكانيه يعلن الحرب. الى اعلن الحرب بمعنى انه انتهى، كنعرفوا هذه القضيه، ما عندهمش الى اعلنوا الحرب انتهوا مشاو. ولكن جميع انواع السيناريوهات، راه العسكر كنعاود نقولها مستعد يبيع البلاد الجزائر كامله ويقتل كاع الجزائريين كلهم يصفيها لهم، ويبقى باغي يبقى في السلطه، وعنده هذه الورقه ديال المغرب، خاصو يلعب ديما هذه الورقه ديال العداء مع المغرب. لهذا يمكن في اي لحظه نتوقعوا بزاف ديال الحوايج، خاصه انهم عرفوا بان الملف ديال الصحراء المغربيه